اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباح الخير يا حبايبي، صباح الهنا، صباح الرضا، صباح السعادة، صباحكم مشرق بنور الرحمن. قبل ما نبدأ الفيديو عايزين نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسونوش في شير ولايك واشتراك في القناة ودعوة حلوة من قلبكم تسعد قلبي. ربنا يسعد قلبكم يا رب دايما، والضغط على زر الجرس وتفعيل كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه، فضلا وليس امرا مشاهدة الاعلانات يا حبايبي. ربنا يجبر بخاطركم، مريح قلبكم ويفرح قلبي وقلبكم، مريح قلبي وقلبكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. فيديو النهارده يا حبايبي مختلف تماما غير الفيديوهات اللي انا كنت عملتها من قبل. طالعه اقول كلمتين للي يهمهم امري واللي حاشرين في مناخيرهم في حياتي. هو يعني مش مبرر، ده مش مبرر اللي انا طالعه بقوله، انا طالعه بقوله هو توضيح مش اكتر. ده مش مبرر، علشان تبقوا فاهمين الكلام ده كويس. مبدئيا كده، جوزي لقيته بالليل بيقول لي، جالي تليفون بيقولوا لي هي مراتك فتحت القناه تاني. ازاي ومش ازاي، احنا ناس فلاحين وارياف ومش عارفه ايه وايه. يعني قال له فتحتها القناة دي يا حبيب قلبي. أنا فتحتها، كنت فتحها من سنتين، حصلت مشكلة قفلتها سنة كاملة، سنة كاملة، ومسحت الفيديوهات اللي عليها كلها سنة كاملة وقفلتها. دي حاجة تانية، يعني ربنا وحده اللي عالم الفترة دي عدت عليا ازاي. مع أول مشكلة صدفتني وقابلتني، الكل اللي ما قصرتش معاهم في حياتي، اللي ما عملتش في حد حاجة وحشة، سنلي السكاكين كله بقى بيدبح يدبح 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 في حاجة اسمها هبة. عملت لهم ايه معرفش، حاطينها في دماغهم ليه معرفش. المهم يا حبيب قلبي، قلت لجوزي انا زهقانة، انا تعبانة، انا عايزة حاجة تسليني. انا بعدت عن الناس كلها، انا ما عدتش عايزة حد في حياتي. وانا قلت لكم الكلام ده مليون مرة، ابعدوا عني، ابعدوا عن حياتي، ما تحشروش مناخيركم في حياة هبة. حاطين هبة في دماغكم ليه؟ ليه حاطينها في دماغكم؟ انا عايزة افهم، فهموني ليه حاطيني في دماغكم. انا قلت لكم مش عايزة حد في حياتي، لا عايزة حد يجي عندي، لا عايزة اروح عند حد، ولا انا بروح عند حد اصلا. انا لما بنزل البلد في البداية كنت بنزل زي اللي بسرق، لان انا طبعي اتعودت واتربيت مع ست الله يرحمها. طبعي ما بحبش الف في البيوت، ما بحبش اروح عند حد، ما بحبش اجي من عند حد، ببقى قاعدة ببيتي، بروح اقضي مصالحي، بعمل اللي ورايا وبرجع. حصلت لي مشكلة الفترة اللي فاتت في قطعة أرض ورث من أمي، ربنا وحده اللي عالم بحالي. أنا الموضوع ده حلته ازاي؟ بقالي 3 سنين بجري وبطولي ومحدش جنب لا ربنا سبحانه الله وتعالى، واللي بحارب فيه ده غول. غول يعني، عايزة أقول لكم كلمة غول دي شوية، وربنا نصرني والحمد لله رب العالمين. ألف حمد وشكر لك يا رب. ربنا نصرني وقواني وعرفت أخد حق منه. دي حاجة. انا واحده لا بحب المشاكل ولا بحب ولا بخش لها، بس المشاكل لو جات لي بكون قدها وقدود، وانتوا عارفين الكلام ده كويس، وجربتوا وشفتوا بنفسكم، جربتوا وشفتوا بنفسكم. ابعدوا عن طريق هبه، مالكمش دعوه بحياه هبه، ما تحشروش مناخيركم في حياتي. ببقى بنزل البلد ايام مشكله قطعه الارض دي، في اوراق بمضيها، بجري بروح، او انتوا عارفين يوم الحكومه بسنه عشان اخلص قطعه الارض دي. كان اصلا باسم ام توفت في حياه امها. طبعا ست توفت، سابت لي خالاتي، في خالات منهم توفوا سابوا لي عيالهم، فالحمد لله طالع لي ولا 100 ورث في قطعه الارض دي. فعشان اخلص الحيازه بتاعتي لازم الف على العيله كلها، كعب داير كعب داير، عشان اخلص الورق. المهم، على بال ما جيت اخلص الورق فاضله على تكه، وخلاص مستنيه بقى ربنا يصلح الحال على العيد الكبير. بعد العيد الكبير الورق يخلص، ده لو ربنا اراد لي بالخير، ربنا يرد لي بالخير يا رب.
المهم انزل البلد خلاص، يعني بعد ما كنت بروح عند خالاتي بجري عشان يمضوا لي يعملوا لي. خلاص يعني بقيت اكلمهم في التليفون، لان كانت العلاقه بيني وبينهم من سنه امي ما ماتت من 96، ما كانش في علاقه بيني وبينهم قد كده. تمام، قال لك قطعه الارض دي اللي جمعتنا من تاني، كل واحد ملهي في مشاكله. المهم انزل البلد بعدها، خالتي تقول لي لما تيجي بتعالي، اقول لها حاضر يا خالتي. طب انا بروح بنظف بيتي، بقعد بالشهر بالاتنين بالتلاتة ما بنزلش هناك، ربنا وحده عالم بظروف العالم. بتعالي، اقول لها حاضر يا خالتي. المهم اروح ما انزلهمش، يعني افوت مرتين تلاتة واروح لهم مرة. في المرتين تلاتة دول بقى هبة تنزل البلد التليفونات تشتغل، اللي في اسكندرية يعرف، واللي في مصر يعرف، واللي في البلد يعرف، واللي في آخر الدنيا يعرف، واللي في المحافظة التانية يعرف. هبة نزلت البلد، هبة جت. الاقي خالتي تكلمني عاملة ايه، اقول لها الحمد لله. ما جاتش ليه، اقول لها معلش يا خالتي مش فاضية. ليه؟ ما انت كنت هنا، ليه ما انا عرفت ان انت كنت هنا؟ انا عايزة اعرف، يعني فهموني، حشرين مناخيركم في حياتي ليه؟ مالكم ومالي؟ هبة ما عادش عندها حاجة تديها لحد، لا عاد عندها فلوس تديها لحد، ولا عندها جهد، ولا عندها صحة تديها لحد. كفاية عليها كده. 24 سنة استنزفت كل اللي عندها، طاقتها خلصت، ما عادش عندها قوة تحمل. أنا طالعة بقول الكلمتين دول علشان أنا مش عايزة أتصادم مع حد اللي ودالك الكلام اللي بيقولك خلاص تخليها تطلع من غير وشه. أطلع من غير وشه ليه؟ ليه يعني؟ فهمني. طالعه برقص، طالعه عريانه، طالعه اغراء، طالعه اطلع من غير وش ليه؟ انا عامله ولا حاجه؟ انا مش عامله علشان اداري نفسي. انا يوم ما قررت افتح القناه دي، قررت افتحها لان عايزه اعيش في مجتمع تاني، عايزة أعيش مع عالم تانية ما تعرفنيش، عايزة أعيش مع حد خلاص لا يعرفنا ولا يعرفنا ولا عرفهم ألا، يعني ناس بتتابعني، ناس عايزاهم أهلي، لأن اللي مني ما لقيتش فيهم خير. اللي مني وعملت عشانهم الحلو اللي في الدنيا كله، ما قصرتش مع حد، وكنت باجي على نفسي كتير، ما لقيتش منهم خير، ما لقيتش من حد خير. وقلت لكم الكلام ده، انا مش عايزه حد. من اول مشكله قابلتني الفتره اللي فاتت قلت لكم مش عايزه حد في حياتي، وكتير خلاص يا هبه كفايه كده، كفايه خصام يا جماعه. انا مش مخاصمه حد، بس مش عايزه حد، خلاص خلاص انا كده مرتاحه يا جماعه، انا كده مرتاحه. هبه اشترت، هبه عملت، هبه خلت، هبه سوت، هبه راحت، هبه جات، هبه لبست، هبه قلعت. انا عايزه اعرف، انا بسالكم على حاجه في حياتكم، انا بتدخل في حياتكم، انا بقول لكم انتوا جبتوا، انتوا جيتوا، انت اسلوب حياتك ما ينفعش، انت غير من اسلوبك، انت اعمل من اسلوبك. انا بعمل كده؟ انا باجي البلد مش عايزه اشوف حد اصلا، انا باجي البلد مش عايزه اشوف حد، ولا بروح عند حد، ولا عايزه حد يجيلي. انتوا كلكم لو اتجمعتوا كلكم على بعضكم، انتوا جيتوا عند البلد في بيتي، وجيتوا هنا في بيتي برضو في شقة مصر اللي انا قاعدة فيها حاليا دي، وشفتوا انا عايشة ازاي، وشفتوا نمط حياتي. لو اتجمعتوا كلكم على بعضكم مش هتعيشوا نص العيشة اللي انا عايشاها. ده حمد وشكر من رب العالمين، ربنا ساترها معايا من كله، الحمد لله. انما عشان تطلعوا تقولوا لا، ده هي طالعة بتشحت، ده طالعة بتقول للناس ادوني غسالة. انا قلت لحد ادوني غسالة؟ انا قلت لحد اديني حاجة؟ انتوا مالكوا؟ انتوا شاغلين بالكم بحياتي ليه؟ انا طالعه بقول يا جماعه انا نفسي اطلع من البيت اللي انا فيه، نفسي اشم شويه هوا، نفسي اطلع اشوف، يعني على الاقل افتح البلكونه الاقي قدامي وسعه، مش افتح البلكونه الاقي بلكونه في وش البلكونه اللي في وشي لو متر ونص يعني. غسلت باظت، ربنا يكرمني واجيب واحده تانية. لما جبت الهدوم وصورتها، لما جبت الطقم الابيض ده، يعني شفت نفسي ان انا لابسه وراح ابيع عمره. دي حياتي، انتوا شاغلين بالكم بيها ليه؟ انا قلت لحد اديني؟ انت قبل ما تيجي تعايب عليا وتنظر عليا، نظر على حياتك، نظر على حياتك، بدل ما تقولوا هبه عملت وخلت وسوت وبقت، عدلوا من حالكم، مالكمش دعوه بيا، انتوا شاغلين بالكم بحياتي ليه؟
انا عمري في حياتي قسما بالله انتوا اساسا كلكم على بعضكم، لا في دماغي ولا بفكر فيكم ولا لكم لازمة اصلا في حياتي. انا كل اللي يفرق معايا انا وجوزي في حياتنا بس. غير كده انا ما عادش ليا حد في الدنيا نهائي غير رب العالمين وجوزي بس. انا ليا اخ واحد ومن اسبوع فات قطعته للابد. يعني انا لا عندي اب ولا ام ولا اخت، مفيش الا هو واحد، ومن اسبوع فات قطعته للابد. لقيته زي عدمه في حياتي، لقيته زي عدمه في حياتي. فانا بقول لكم ابعدوا عن طريقي، وبدعي في كل ساعة وكل وقت وكل اذان وكل لحظة بتعدى عليا على اللي يجيب في سيرتي واللي يقول عليا كلمة مش فيا واللي يطلع يشوه في سمعتي واللي يقول عليا حاجة يقعد قعدتي وما يبقاش صابر زي انا. ما انا صبرت 24 سنة وربنا مديني القوة والصبر لغاية اخر يوم في عمري. يقعد قعدتي كده يبقى محروم من الخلفة ومحروم من كل حاجة حلوة في حياته، يعيش نفس العيشة اللي انا عشتها دي علشان يحس باللي انا فيه. هما مش فارق معاهم قد اللي هبه عايشاه، اللي هبه بتجيبه، اللي هبه بتعمله، اللي هبه بتخليه. بس محدش حاسس باللي جوه البني ادم، محدش حاسس باللي جوه البني ادم. انا دعيت الدعوه دي قبل كده وناس كتير زعلت، انت بتدعي على ضيانايه، انت بتدعي على عيان. انا بقول اللي يجي عليا واللي يتكلم عليا واللي يجيب سيرتي واللي يجيب سيرة القناة وعملت وخلت وسوت وبقت يقعد قعدتي وما يكونش صابر زي ما احنا صابرين انا وجوزي. انا مش هقول اكتر من كده، لان احنا ربنا وحده عالم بحالنا، ربنا وحده عالم احنا عايشين ازاي، ربنا وحده عالم بنفسيتنا ازاي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وحده عالم حياتنا ماشيه ازاي. فابعدوا عني وسيبوني في حالي. محدش وقف جنبي، محدش سأل عني، ما قصرتش مع حد 24 سنة ودي 25. ما قصرتش مع حد. اسبوع بروح، فرح بروح، عزومات وعملت. كنت فاتحة بيتي للكبير والصغير. قبل ما اطلع من بيت العيلة كنت شغالة خدامة للكبير والصغير، والصغير قبل الكبير. ما قصرتش مع حد، ما استخسرتش صحتي في حد. دلوقتي ما عادش عندي حاجة أديها لحد، لا عندي جوه ولا عندي صحة ولا عندي فلوس ولا عايزة حد يجيلي، ولا أنا أساسا بروح عند حد. أنا ما بروحش عند حد ومش عايزة حد. مليون مرة أقول يا ريت تفهموا، مش عايزة حد. اشغلوا بالكم بحياتكم، اشغلوا بالكم بنفسكم، ما تشغلوش بالكم بهبة، ما تشغلوش بالكم بهبة. أنا آخر مرة عملنا العملية فيها حد بسيط اللي جه يوم ما عملنا العملية ومشوا آخر النهار. كنت أنا وجوزي عاملين عملية في نفس اليوم ونفس الساعة، كانت حقن مجهرية وربنا وحده اللي عالم. هما مشوا من هنا وإحنا كان يوم وقفة، كانت يوم وقفة عيد صغير. جوزي عامل عملية وربنا وحده اللي عالم نايم من ناحية، وأنا بقيت ندخل الحمام على ركبي. والله 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 بقيت ندخل الحمام على ركبي، مش قادرة أقوم من مكاني. لحد شني ولا حد سأل عني ولا حد قال لي محتاجة حاجة ولا حد جه وجاب لي حاجة. أنا الحمد لله محدش لي عندي حاجة. لو حد ليه عندي حاجة يطلع يقول لي إحنا لنا عندك كذا، إحنا جبنا لك كذا. أنا الحاجة الوحيدة اللي عملتها في حياتي لما بنيت البيت عندي، ما حد تجاملني مع ان انا كنت مجامله الكل وراحه للكل وربنا وحده اللي عالم. ما حد تجاملني ولا حد جاب لي جزازه بيبسي وقال لي خدي وان انت حتى من اللي انت جايباه. بس انا اتعودت، فضلت انا بحب ادي بس ما بحبش اخد، لان انا ربنا ساترها معايا وربنا وحده عالم انا عملت ازاي وخليت ازاي وشقيت ازاي واتبهدلت ازاي لغايه ربنا ما كرمني وعملت حاجه تداريني. بس انا ده كل اللي انا اقدر اقوله. عملت العملية محدش شني، بقى جوزي مرمي في ناحية وانا مرمية في الناحية التانية. بقيت نقف على ركبي، يعني بسحف على ركبي ادخل الحمام عشان اقف اعمل لقمة، اعمل حاجة واطلع اجري انام شوية على الكنبة، اعمل حاجة واطلع اجري انام شوية على الكنبة. حد حس بيه؟ حد شال عني؟
حد حس باللي انا فيه؟ حد عاش الوجع اللي احنا عشناه؟ محدش عاش الوجع اللي احنا عشناه. فسيبوني في حالي. انا بمرض وبقوم وبقعد، محدش بيحس بيا. بمرض ببقى نفسي في حد يعمل لي طبق شوربه، بعيا وبقوم بخدم نفسي. ما حد بيحس بيا، ولا حد بيخبط عليا، ولا حد بيقول لي سلامتك، ولا حد بيقول لي محتاجه حاجه اعملها لك. لا، هي دي يا جماعه، انتوا زي ما انتوا شايفيني لا بطلع ولا بروح ولا باجي. انا حياتي كلها في البيت، لا عندي حد بصور معاه، لا عندي اهلي بروح لهم بصور عندهم، ولا ليا اصحاب، ولا ليا دعوه بحد. انا كفيت خير شري وعشتي انا وجوزي في بيتي، علشان انا مش عايزه حد في حياتي. انا تعبت وقرفت من الناس كلها، تعبت وقرفت من الناس كلها. ما عادش عندي طاقة، ما عادش عندي طاقة تحمل لحد تاني يأذيني بكلمة. بس لو المشكلة كبرت والمشاكل زادت، بصوا يعني أنا ما بحبش المشاكل زي ما قلت في البداية، وما بحبش أجري عليها، وما بجريش على مشاكل، لأنا ست مسالمة جدا، ما بحبش المشاكل. بس المشكلة لو جات بكون قدها وقدود، بكون قدها وقدود. المشكلة لو جات لي بكون قدها وقدود. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. انا مش هتكلم الكلام ده تاني، ولا هعيد الحوارات دي تاني. انا كافية خير شري، قاعدة ببيت انا وجوزي، لا بروح عند حد ولا باجي عند حد، ولا عايزة حد يجيلي، ولا بكلم حد، ولا عايزة حد يكلمني. قولولي انا كده غلطانة؟ انا لو غلطانة يا جماعة قولولي انتوا. انا لما قلت متابعيني دول عيلتي التانية، عشان انا دي حقيقة ان دي عيلتي التانية بجد. لو قالوا لي كلمة بيكبروا خاطرك حتى لو بكلمة، انما اللي الواحد ضيع عمره معاهم ما بيكبروش خاطر الواحد بكلمة. ما تمرش فيهم اللي عملته، ما حدش تمر فيه حاجة، ما حدش تمر فيه حاجة. ومع ذلك قاعدة في حالي، ماليش دعوة بحد، ما بتدخلش في خصوصيات حد، ما بعدلش على بيت حد، محدش طمر فيه اي حاجة من اللي عملتها. فانا بقول يا جماعة خليكم في حالكم بعيد عني، خليكم في حالكم ابعدوا عن هبة وسيبوها في حالها. انا قطعت الناس كلها، لا اهل اب ولا اهل ام ولا اي حد من اي ناحية تانية. انا لا سميت ولا قلت مين ولا غيره. انا اللي بقوله ابعدوا عن هبة وسيبوها في حالها. انا عايزه اعيش في امان الله، عايزه اعيش في امان الله. بس اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، لو سمعت كلمه هبه راحت، هبه جت، القناه عملت، القناه خلت، سمعت كلمه توجعني، لحفتح سلاسل النار وهتبقى سلسله متواصله زي المسلسل بيبقى له نهايه. انا بقى مش هيبقى عندي نهايه، هجيب القديم والجديد، هتبقى سلسلة، هفتح النار على الكل، هفتح النار على الكل، ومش هسيب حد في حاله. ابعدوا عن هبة وسيبوها في حالها. انا قلت الكلام ده علشان اللي وصلكم الكلام ان انتوا فتحتوا القناة هيوصلكم الكلمتين دول برضه. ويا ريت تفهموا الكلام اللي انا قلته، حطوه حلقة في ودانكم. انا ما عدتش عايزة حد، انا مش عايزة حد، عايزة اعيش في حياتي انا وجوزي. ما تنخرروش في عيشتي، انت جربتوا وشفتوا رد الفعل. ابعدوا عني للمرة المليون، انا بقول ابعدوا عني، عشان انا قاعدة ببيتي زي ما انتوا شايفين، لا بروح ولا باجي، ولا بجيب سيرة حد، ولا بسأل على حد، ولا يلزمني اعرف عنكم حاجة. حطوا تحت الكلمة دي مليون خط. لا بقعد مع حد ولا بروح عند حد، ولا يلزمني اعرف عنكم حاجة، لان انتوا اساسا مش حطاكم في دماغي ان انا اعرف اخباركم. مالكمش لازمة في دماغي ان انا اعرف اخبار ده ولا اخبار ده، سواء ده قال سواء ده عاد، سواء بننزلوا البلد دي فلانة قالت وفلانة عادت وفلانة عملت وفلانة خلت وفلانة سوت وفلانة بقت وفلانة 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 وفلانة. انا مش كده،
انا مش كده يا جماعة. انا عايزة اعيش في امان الله. انا عايزة اعيش في امان الله. انا عشت 24 سنة، ودي ال25 سنة اللي احنا ماشيين فيها. سنة 25 دي 25 سنة. لا عملت حاجة في حد، لا دمت في حد، لا غلطت في حد، لا رحت عند حد وقلت له انت قلت وعدت وزدت وبجيت. انا كل ده عايشة في حياتي وعايشة مسالمة وعايزة اعيش في حياتي. ملكمش دعوة بيا، ملكمش دعوة باللي بعمله، ما تتدخلوش في اللي ملكمش فيه علشان ما تسمعوش حاجة تضايقكم. انا دلوقتي السوشيال ميديا بتعيش على الفضايح. السوشيال ميديا بتعيش على الفضايح. انا حياتي كتاب ابيض مفتوح. اللي عنده حاجة ضدي يطلعها، اللي ماسك عليا حاجة يطلعها، اللي سمع عني حاجة يجي يقول لي. وانا ليا يعني عندي رد لكل حرف هيطلع. عندي رد لكل حرف هيطلع. فخليكم في حالكم، ملكمش دعوة بهبة. هبة راحت، هبة جات، هبة عملت، هبة خلت. طلعوا هبة من دماغكم. طلعوا هبة من دماغكم. هبة نسخة واحدة، نسخة واحدة بس، ما بيتكررش منها تاني. هبة نسخة واحدة ما بيتكررش منها تاني. انا مش هتكلم الكلام ده تاني ولا هقول الكلام ده تاني. انا كل اللي عندي قلته. انا ست في حالي والناس كلها شاهدة عليا. انا مش عايزة اطلع ادم في حد، مش عايزة اطلع اتكلم في حد، ما بحبش اتكلم في خصوصيات. فسيبوني في حالي علشان اسيبكم في حالكم بس. انا ما ببدأش بغلط. انا ببدأ بالغلط لما الغلط بيجيلي. انا ما ببدأش بغلط. وانتوا شفتوا قبل كده وجربتوا. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. وخلاص انا ما عنديش كلام تاني اقوله غير حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي يجي عليا واللي يجيب سيرتي بحاجة وحشة. حسبنا الله ونعم الوكيل. يقعد لضناه ويعيش عشتي، يعيش عشتي. ولو معاه ضنا يقعد له ويعدمهم، يعدم ضناه عشان يحس بالعيشة اللي هبة عايشاها، عشان يحس بالعيشة اللي هبة وجوزها عايشينها. ربنا وحده اللي عالم العيشة ماشية ازاي. ربنا وحده اللي عالم الليل ده بيجعل واحد ازاي. ربنا وحده اللي عالم بالوجع اللي جوه قلب الواحد ازاي. ربنا وحده اللي عالم لما الواحد بيمرض وبيقوم وبيروح وبيجي ما بيلاقيش حد يطبطب عليه، ما بيلاقيش حد يناوله كوباية مية. واحنا بنكبر مش بنصغر. الله اعلم ايه اللي مجابلنا قدام. فانا مش عايزة اتكلم تاني وما عنديش حاجة اقولها تاني غير سيبوني في حالي. محدش ليه دعوة بحياتي. حياتي خط احمر عند الكل. حياتي ملكمش تدخل فيها. حياتي ملكمش تدخل فيها. اشغلوا بالكم بحالكم، ما تشغلوش بالكم بهبة. اشغلوا بالكم باللي يخصكم. انا ما خصكمش. انا حياتي ما تخصكمش. حياتي تخصني انا. انتوا لا تخصوني ولا حياتي تخصكم. زي حياتكم ما تخصنيش، حياتكم ما تخصنيش، انا كمان حياتي ما تخصكمش. هتفضلوا حاشرين مناخيركم في اللي مالكمش فيه. فما تزعلوش بقى من اللي جاي. انا مش هقول كده تاني. ده اخر كلام عندي، ما عنديش تاني كده كلام اقوله. بس وربنا يهدي الجميع. واشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامة. باي باي.